ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديو. هلا والله بالشباب. طيب شو اخباركم؟ عساكم بخير ومرتاحين. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد ونصائح جديدة للفناج، شلون راح تكاثره وشنو الطرق اللي تكاثره بسرعة. خليكم ويا الفيديو. طبعا اول شي خليني نشيفكم هاي، خليني نشيفكم السمان. خليني نفتح بسم الله. طبعا هاي السمان بيضات ما شاء الله، هذي بيضايتين بيض. هاي السمان اللي يحب يطمن، وهاي بيض السمان. طبعا هذا البيض السمان راح اسلقه للفناج، لان كلش يفيد الفناج. خليكم ويا الفيديو. طبعا هاي الملك اليا كريم، هاي الفخات اليا كريم. هاي مبيضة هنا ما بيضة، هاي صار لها قد مو بيضة، بيضاي وحدة. وهذا الفرخ طبعا بسم الله ما شاء الله طلع لونه احمر. طبعا هذا الانثاية وهذا الفحل طالع على ابوه، بس هذا احمر كله لون كيكوي صدق. عاد اللون جوزي حلو لون. هذا فرخ المساكي كبر. اطلع ما شاء الله، اطلع لك. اطلع شو خنطيره وياه. بسم الله ما شاء الله. قلمي طبعا يخبل ومحجل. شوف انصح. شوف نحطه هنا، انا خشيت وياكم. ها فرخ المساكي. طبعا هنا اكو خبر حزين. شوفوا الافراخ اللي هنا لقيتها مختفي، فلقيت هنا اكو، لقيت هنا اذيك هنا حمطة والحلقة مالتها مزقتة، ما ادري بزونة يعني خمشتها من هنا، ما ادري جرد جاهه. طبعا هي هاي وجوز راح نقولها اصلا هناك ويا ذاك الحمام، تتكاثر هناك احسن، لا اكو جراد ولا بزازين. هاي الحنادي وهاي الدماكش، ان شاء الله تصير عندنا الاف. طبعا يجوز تريد بيض، بس انا راح انقلها هناك. خليكم ويا الفيديو. طبعا اول نصيحة للفناجيس، الدخن هذا الدخن شوفوا. هاي لازم شو تسوون قبل ما تفيتوا هي تخلوه بالشمس ربع ساعة وتحطوا لي، لان هذا يجي ويا جراثيم ويا يصير امراضه وهاي، فنتخليه بالشمس. طبعا وثاني حاجة لازم تخلي له برتقال وخيار، لان البرتقال فيه تأمين والخيار عمات له فيه تأمين، فيقوي مناعته من الامراض وهاي. ولازم المي 24 ساعة يكون نظيف. طبعا والفناجيس اذا النوب تريد تكاثرها وبسرعة تسلق لها بيض سلق، تخلي لي اياه بالاسبوع 3 ايام. كل 3 ايام. انا طبعا ما جاء اصور لكم اياه، من راح اسلق راح اصور لكم. طبعا كل 3 ايام تسلق لها بيض مال السمان، احسن شي مال السمان، بيض مال الدجاج عرب، اي بيض، بس اهم شي تسلق له وتخلي لي، فتقوم تتكاثر بسرعة. وكل 3 ايام نصائح هاي، كل 3 ايام تلقى حلك رفس بالاسبوع، كل 3 ايام تحطها. طبعا شوفوا انا ما شاء الله بعد افراخ ما طلعت، بس كلها شادات البيض، وكل ما شاء الله كل بيت 8 بيضات 7 بيضات 8 بيضات 7. طبعا شوفوا الفناجس ومرتاح. وخامس شغلة او رابع شغلة لازم انه من هي وبالقفص ما يصير يعني تطلع لها، يعني ما يصير تكشف السيم وانه هو احنا بالبرد، يعني قبل تنضرب تنفسية. يعني هذا الشادر شوف شلون صارت حتى جا تصير اليفة ما شاء الله. طبعا هذا الشادر هذا مو تكشفه واحنا بالبرد، لان تنضرب قبل تنفسية، والشغل يا قرابات تنضرب تنفسية.
شوف هسه هاي الفناجس مرتاح. اهم خطوة اهم حاجة البيض سلق كل 3 ايام تسويه بس سلق، تسويه بالشطل تثرم اياه وتحط عليه اياه، وبكيفك تريد تحط عليه شوي ملح حط. شوف اهم حاجة تسووها همات هاي مهمة، انه الدخن تخلوه ربع ساعة بالشمس لين بيه جراثيم لانه يصير بيه امراض وهاي، لان هذوش مدري معبي بالقونية وهاي وجراثيم، وانت تجي تحط له هي قبل تتمرض. انتم امشوا على هاي النصائح اللي قلت لكم اياها، وبحيل الله انه تنسون اي مرض وتتكاثر عندكم بسرعة. هاي الفناش طبعا انا البيوت مالتي طبعا والله هسه ما اقدر افتح البيوت لان انه كله قاعد الاميات على البيض. هاي الاماي هاي جوات من بيضات هاي الاماي، وهذا فحل هذا مالت جوا الانثاية مالت بيض. طبعا شيلها، مو عندك تاكل بالمعلقة، عندك تاكل بالقاع. طبعا انا القى حلك رفيس وهناك شوف البيض هناك سالقل. هاي المحمية مالتي، وان شاء الله ترقبوا المفاجأة، مفاجأة كلش حلو ترقبوه. هاي الفناش بسم الله ما شاء الله. خليكم ويا الفيديو. طبعا اللي يريد يتأكد نصائح مالتي صحيحة يرجع على الفيديو الأولية ويشوف شلون صورت لكم البيوت وشلون بها بيض. يعني انا قبل لحقتها هاي البرتقال والخيار، وهذا قبل حطيته على الشمس، وقبل سلقت لها بيض والمي لازم نظيفة. القلوبات هسه ما دون احنا شوي دفع عندنا الجو، بس بالليل يصير بارد، يعني اشغل لها من المغرب القلوبات لي الصبح، والصبح اطفيه. وما شاء الله شوفوها بهاي قمة الصحة. وصلنا الخراب مال الدجاج. يلا حيهم هيا الغوالي وهذا الدجاج. طبعا شباب طبعا الدجاج شبعان مرة. شوف الحوصة، شوف الحصى طالع متر اللي قدام. طبعا اكو هنا فضايل يمكن شوف شوفوا فضايل. طبعا هاي صايرة اعراس بعدين جايبين اياها طلع جوا خلى افرغ. طبعا هاي الدجاج كله طالع. البارحة حبست الدجاج والفسافس، خلت لها هاي الفتحة تطلع منه كلها طالع، بس هذا الاثول مو طالع، ونقول عليه فوق اول كبير مال الخراب. شنو وينه؟ طبعا شنو هنا شوف جرادي يمكن. هويلي الجرادي هويلي. شوف امشي لك امشي شيء هرارو. عبر تقدر تعبر وما تعبر. شنو انت ولك شنو انت شنو؟ طبعا عبر من هنا ومن الصبح تلاقيه يصيح حتى يطلع. ويلي ويلي. طبعا انا اتوقع اغبى حيوان هو الفسس، تحوده منه يروح منه.
طبعا خلينا نشوف هاي دجاج القزم عنده اكيد. لا طبعا هاي المي يشبه بها البط، فانا راح اغسله بس يجيبوا لنا مي لان مخلصين مي بالتانك. ما عندها اكل هسه جيبه معناه. هذا الدجاج شوف شبعان عم يلقط يلقط. طبعا راح انزل لكم فيديو ان شاء الله بعد هذا الفيديو مش كم يوم، نصائح للدجاج شلون تخليه يبيض عندك بسهولة بسهولة. خل اقطع. طبعا هاي خلينا لها اكل. خلنا ناخذ للحمام من هذا. والله خلينا نشوف تاكله. لا طبعا عماتي مخلص اكل طلش ناسين ويا الفضاية سكينة. ناخذ للحمام من هذا. والله خلينا نشوف. طبعا انا مخلص عمات اكل للحمام اليوم اجيبه. خلينا نحطه للتمن ونشوف. ما اكله نشيله نخليه للجاي. طبعا خلينا هاي للحمام. طبعا اجيب وانبه عليكم النوم. المي مال الحمام لازم يكون نظيف. مي مال الحمام لازم يكون نظيف. هاي الافراخ بسم الله ما شاء الله. هاي افراخ اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي بيض بعدها ما فقس. وخلنا نشوف هاي ما فقست. طبعا وهاي هناك والله ما ظنيت هاي تفقس. حيتأخر شو هاي البيض حيتأخر. نقول اجوز فيديو الله خلاقي انفكسات. يلا ماشي. هاي الابيض اي هنا نبيض ما شاء الله بسم الله. طبعا النصائح الا اعطيكم اياها احتفظون به. والله بعدين صحيح احتفظون به لان هاي كلها انا مره بيه. يعني مو اجيب من اليوتيوب وايوه احط. لان مرات كلها بيه الامراض وشون اكاثرها وهاي. طبعا الحمام ما شاء الله تبارك الرحمن. شفتوا افراخ بيض بيض بيض. هناك افراخ وهناك بيض. طبعا هذا مو حمام عادي. يعني هذا باعتبار همات من الزينة. يعني جوز بيها بس هذا عادي. هاي الرمادية جوز بس فيها هاي عادية. يعني مو عاديات هاي همات مال اكل. يعني همات غالي. هاي دماكش. سبحان رب اللي خلق كعكولتين براس. خلي اشد الباب. والله حبيت. شوف الجمال. يعني هاي الدماكيش يعني بسرعة تتمرض وهاي. يعني شو تقولوا مزعجة. بس اهم حاجة الها وانسى تتمرض انسى. هاي المطارة مال المي نظيفة. لازم اهم شي هذا الاسفل مال المطارة نظيف. لازم هذا الاسفل هذا الاسفل مال المطارة نظيف. واهم النوب حاجة همات تخلي راس قطعة من الثوم قطعة واحدة تخليها هناك تقسمها نصين وتخليها بيه. طبعا هاي طول جمعتين هيك يلا شو اسمه تخلص ماي. خلنا ندور بيض بلكي طلع. طبعا راح انزل لكم فيديو بس بعد هذا ماكو بيض. بعد هذا انه شلون اخليك تخلي الدجاج مالك يتكاثر بسرعة.
والفيديو هذا مال الدجاج اللي راح اعطيكم اياه المهمات مجربيها انا مجرب. هسه ماكو بيض لامي، هسه ما خليتهم من وحدي كلها لاميها ماكو. هاي الدجاج العرب وهاي الفساد، شوفوا صحة عالية عالية جدا صحتها. طبعا هاي تريد تبيض، هاي تريد تبيض، هاي هيك مو عيب يوم عم بيضة بعد. هاي تريد تبيض لازم اراقبها وين راح تبيض. طبعا يفوتون لاهلي ياخذونهم 4 بيضات 5، هاني يلاقوها يشيلوه. طبعا كلش مفيد بيض الدجاج العرب. طبعا لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب عجبك، واذا عجبك لا تنسى تحط لايك واشتراك بالقناة. نلتقيكم بفيديو جديد، مع السلامة.